صدى ربي سر جرتون وأمرهم بالسكينة صدانت سانا ججي وزاد في أبو نعيم وأمرهم أن يرملوا بمثل حصل الحذف دقاق بما دربدني دربدا جنجتو وقال لعلي لا أراكم بعد عامي وقال مال النبيين إفين كذا دجان خنين اسل نقر أما تخيجهنا بود لا قال وفي الباب كراها أجيل أمنو جنين قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن سيوم باو ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة حدثنا محمود بن بشار حدثنا ابن سعيد القطان حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق بن عبد الله بن مالك ان ابن عمر صلى بجميع فجمع بين صلاتين بإقامة وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا في هذا المكان. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي اسحاق عن سيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال محمد بن بشار قال يا والصواب حديث سفيان. قال وفي الباب عن علي وابي ايوب وعبد الله بن مسعود وجابر واسامه بن زيد. قال ابو عيسى حديث بن عمر في روايه سفيان احسن من روايه اسماعيل بن ابي خالد وحديث سفيان حديث حسن صحيح وحسن صحيح ولا عمل على هذا عند اهل العلم لانه لا تصلي صلاه المغرب دون جميع فاذا تجمع وهو المزدلفه وجمع بين صلاتين باقامه واحده ولم يتطوع فيما بينما هو الذي اختاره بعض اهل العلم وذهب اليه وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان وان شاء صلى المغرب ثم تعشى وداع ثيابه ثم قام فصلى العشاء. فقال بعض اهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء وفي المزدلفه باذان واقامتين يؤذن لصلاه المغرب. مات دون أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع فإذا أتى جمع وهو المزدلفة جمع بين صلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع سنان صلاة وان سال من جد زمن سنت زمن سال من جد غير جدّ وهو الذي اختاره بعض العلم وذهبوا إليه هو قول سفيان الثوري حنامه. قال سفيان وإن شاء يوفي صلى المغرب ثم تعشى إراتا نياتيت وچو صلى لفخايه إراتا نياتون بلّيستي جمع أجبوت صلاة إشاء قام قول صلاة ونجد غلط لغنو من بلّيستي يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي. قال رواه هذا الحديث عن ابي عن عبد الله بن خالد بن مالك عن ابن عمر وحديث سيد بن جبير عن ابن عمر وحديث حسن سيد ورواه سلمة بن كهيل عن سيد بن جبير واما ابو اسحاق فرواه عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر باب ما جاء في من ادرك الامام نمشي امام مزدلفه دكبتل الرسول امام كنديمني فقد ادرك الحج حج ما دكبته يلا لما. حدثنا محمد بن بشار عندنا أما مزدلفة بلون واجبات الجيت بيخ عرف صحابه دا دقيت هل كان رابطه غيان دين من تياري زي ملي فتيت مزدلفة دكبت إمامه لا يو إمام كده دكبت جبات الجين دكبت ندا هيا نمي تقول ما نقول ها نمو إمام قولا أمو كا إمام جلدي منكا إمام قرصة كتيسي أما سے مزدلفة تیسری گرسا عرفت تیسری گرسا آیا قال مجرى آیا قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى على عرفة لا كنوا أجين عرفة جان من جاء ليلة جميع لم يجعل كان جميع مزدلفة سن أصوادون فجر فجرين دفه لما إمام كده كبتين سني بير أجي ساقو تتجن أيام من ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال يا وارد رجلا فنادى حدثنا ابن أبي عمر حدثنا جابر عن عن سفيان الثوري أبو بكر بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بمعنى. وقال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. قال أبو عيسى قال أبو عيسى والعمل على حديث عبد الرحمن بن عمر إن دال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئه عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من كابر. لكن وكان جن ربي قرين أجي أمتى نفكروا قومله أجي كنت جن عمرة جيجي مله وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وقد روى شعبة عن بكير ذات حديث الثوري. قال وسمعت جابر ويقول سمعت وكيعا أنه ذكر هذا الحديث فقال هذا الحديث أم المناسك. هذا مناسك هذا دلقا جيجي لا الدين ما كنوا الحج عرفة خجوا لا. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن داود بن ابي هند واسماعيل بن ابي خالد وزكريا بن ابي زايد عن الشعبي عن عروة بن المدرس بن اوس بن حارثة بن لاتعي. قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنزلة حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبل التي اكل اني قال تي راين فين جيني قال يلي دبسيسه واتعبت نفسي لبوتي يلي تابي برغارم دنا وله والله ما تركت من حبل الله وقف من جبل ججو قال كل لك ابن جيون رد ابد ملي
فهل لي من حج الناف نجرا يلي رسول قابتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد لا نمشي صلاة خير يا خمس زلمة سبيتش صلاة رفه عالم ما سنوجي لابتي جرون عرفة أنقنوا تيانوت لكي وقف معنا نوجي مزدلفة خنا دابة أنقنوا تيانوت دابة مزدلفة أما سبي بودا ودوا دون بان درا حالا رفا دابتي جرون أشيدون ليلان دالكن دابتو قيا دابتو وقد تماجوا قبل ذلك ليلا او نارا فقد تماجوا وقد تفسوا اكن جان قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال قوله تفسوا يعني نسك قوله ما تركت من حبل الا وقفت عليه اذا كان من ربل يقال له حبل واذا كان من حجاره يقال له جبل اكن دان قبل باب ما جاء في تقديم الضعفة من جميل بليل بابا انا وان دفن دبتا نما داي في بدر ديم دبر سو هيست مزدلفه رالكن أما نمني جبان سبي صلاته تجوا درابته ديم ده يفني كدارا في نما بيان كمنه زاجا دبرسد ديم الكن كيس حدثنا قتيبة بن عماد بن زيد بن أيوب عن كلمة ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جميم بليل نما ده يفريس نرجع جم مزدلفة الكن كيانو لا كنا قال وفي الباب عن عائشة وأم واسمع بنت أبي بكر والفضل بن عباس نشاط المتى ديف ينان قال أبو عيسى حديث عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل الحديث صحيح روي عنه من غير وجه وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء بن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جميع بليل وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس وروى ابن جريج وغير هذا الحديث عن عطاء بن عباس ولم يذكروا فيه عن فضل بن عباس ومشاش بصري روى عنه شعبة بن أبو كريم مسعودي إلى حاكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة آله وقال لا ترملوا جمرة حتى تطلع الشمس قال أبو عيسى حديث عباس حديث حسن صحيح ولم لا هذا الحديث دار العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يسيرون إلى منى وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل ولا عمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي باب ما جاء في رمي يوم النار دهن أقول إذا برجع دربة وانجو تورزا صديق نفا حدثنا علي بن خشرم بن عيسى بن يونس بن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النار دحا واما بعد ذلك وبعد زوال الشمس حديثنا سنن ولا مر على هذا الحديث اكثر على العلم انه لا يرمي بعد يوم النار الا بعد الزوال باب ما جاء ان الافاده من جميع قول طلوع الشمس حدثنا قتيبة ابو خالد الامر عن العامش عن الحكم من سمع من عباس النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول طلوع الشمس قال وفي عن عمر قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وانما كان اهل الجاهليه ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيدون محمد بن غيلان عن ابو داود قال انبانا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث يقول كنا وقوفا بجميع فقال عمر بن الخطاب ان المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون اشرك كبير أكن جان رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأباد عمر قبل طلوع الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل هذا الخذف رخان درب دسون أنك رخابي ميتي حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن سعيد القطان عن بن جبير عن ابي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي بالحمار بمثل حصل الخذف فيه قال وفي الباب عن سليمان بن عمرو الاحوص عن امي وهي ام جد بن الازدي وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم ان تكون الجمار التي يرمى بها مثل حسن خذف باب ما جاء في الربي بعد زوال الشمس حدثنا احمد بن عبد الدبي وابن البصري حدثنا زياد بن عبد الله عن الحكم من سمع من عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار اذا زالت الشمس ابو عيسى هذا حديث حسن باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا حدثنا ابن المني حدثنا ابن زكريا بن ابي زايد اخبرنا عن الحكم من سمع من عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمره يوم النار راكبا قال في روايه جابر وقتاده بن عبد الله وام سلمة وام سليمان بن عمرو الاحوص قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن ولا من هذا عند بعد على المختار بعد ما يمشي الى الجمار وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمشي الى الجمار ووجه هذا الحديث عندنا انه ركب في بعض الايام ليقتدى به في فعله وكلا الحديثين مستعمل عند اهل العلم حدثنا يوسف بن عيسى بن نمير بن عبيد الله النافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا من مد مجنا قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه ولم لا هذا عند اكثر العلم وقال بعضهم ركب يوم النار
يركب يوم النار ويمشي في الايام التي بعد يوم النار. قال ابو عيسى وكان من كان هذا انما اراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لانه انما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ركب يوم النار حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النار الا جمرة العقبة. باب ما جاء كيف ترمى الجمار. يوسف بن عيسى وكينة المسعودي عن جامع بن شداد ابي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما اتى عبد الله بن جمرة العقبة استبتدا لقى خيس قبوي واستقبل القبلة على يرمي الجمرة على حاجبه الايمن كان اجساخ مرقاد دربچ سلال ما بسبع حصيات اكن دفه دوبان اكسد دربتلا يكبر مع كل أساد ثم قال والله الذي لا اله الا هو اسي كما سين لبتا اسين ملبتا اسين دفه اني كان دربته مرقاد دي لما حابا خربتا دي سيتي من خرا مرقاد دي سيجو من هنا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره وكنا مسعودي بهذا الاسناد وقال ولو عن فضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر قال ابو اسحاق بن مسعود حديث حسن صحيح ولا عمل على هذا عند اهل العلم يختارون ان يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل اسد وقد رخص بعض اهل العلم ان لم يمكن ان يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وان لم يكن في بطن الوادي. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشير قال حدثنا عيسى بن حسان بيت الله بن ابي زياد عن الكعسي بن محمد عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل رمي الجمار والسعي بين السفر والمروه لاقامه ذكر الله. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهه طرد الناس عند رمي الجمار. لا نما دربولال اقول يا هذا بتسون نما يكشديمت نما دربوجرا. حدثنا احمد بن منيع بن مروان وعبيد عن ايمن بن نابل بن قدامه بن عبد الله قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقه ليس درب ولا طرد. لو تشني سنجرتو نما وفور سنجرتو نراچدي من راچدي نموتو سدمدي مبلي. قال وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة قال ابو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح وانما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث ايمن بن نابل وهو ثقة من دار الحديث. باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة ولشركوا ولجنبتوا جوا. حدثنا ابو داود بن مالك بن انس عن ابي الزبير عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بيت البقرة عن 7 والبدنة عن 7. قال في الوعين بن مروان ابي هريرة وعائشة وابن عباس قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند دار من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن 7 والبقرة عن 7. وقول سفيان الثوري والشافعي واحمد وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان البقرة عن 7 والجزور عن 10. وقول اسحاق واحتج بهذا الحديث وحديث ابن عباس انما نعرف من وجه واحد. حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قال الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن احمر عن كريمة عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا بالبقرة 7 وبالجزور 10. قال ابو اسحاق حديث حسن قريب وهو حديث حسين بن واقد. باب ما جاء في اشعار البدن. ملكات تقولوا خيس وان بغار دلو غرتار ملكا دوزني تكن ديغر غديبن. حدثنا ابو كريب بن دنا وكان شام الدستوائي قال انا ابي حسن العرج عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قلدنا عليه وبيتر الراس الشق الايمن هنا كان دلو برغا ومات عنه الدم ديغا كان رغيا سيجو. قال وفي الباب عن الرسول بن مخرمه قال ابو اسحاق حديث النبي الذي حسن سي وابو حسن العرج اسمه مسلم ورحمه الله هذا انت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الاشاره وقول الثوري والشافعي واحمد واسحاق قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيع يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا الى قول اهل الراي في هذا فان الاشاره سنه وقول بدعه. جتساني اللي بدعه اشاره سنه بل واجبه متي جنه. وقال وسمعت ابا السائب يقول كنا عند وكيل فقال للرجل من دوم مما ينظر في الراي. نما راي ورخا يا دخ ورجاخ نبر وري يا دخ ورجاخ يادو. اشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ابو حنيفه هو مثلة. سنكري سججن اللي يجري ثواب ليس لمله ما خسي جلتو جنني. قال الرجل فانه قد روي عن ابراهيم النخعي انه قال الاشعار مثلة. انني سكن ججان. قال فريت وكين خدب قال ابا السائب نجي وكي خارن اركج ارجبا. وقال مالجيا اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جين سنجا. قال ابراهيم كان جي يتنيا ما احقك بان تهبس. هاي نخي وانت نجيجن هلمو ملي. ثم لا تخرج حتى تنزع عنك. ايغنا ابو دبو ملي mana sabtiya sun yangai chana radio bitu jerijan danyu maka bolle noy. حدثنا قتيبة وابو سعيد الاشج قال حدثنا ابن يمان السفيان عن عبيد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. قال ابو عيسى هذا حديث قريب لا نعرف من حديث الثوري الا من حديث ابن يمان وروي عن ابن عمر اشترى من قديد. قال ابو عيسى وهذا سهم. اجل بالله